المغرب. أوهام الغاز تسقط في الماء وتتهاوى معها أسهم شركة بريطانية عملاقة في التنقيب على الغاز. شركة بريداتور تتلقى صدمة كبيرة. لم يجد البريطانيون سوى طبقات من الطين المتحرك. جعلت الشركة تعلق التنقيب وتعيد النظر في مسألة وجود الغاز في المغرب. وأدت التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة البريطانية بخصوص عملية التنقيب عن الغاز المغربي إلى هبوط مدون لأسهم الشركة. ليست النتيجة التي أردناها، لكن أهداف ما قبل الحفر والموارد المحتملة لم تتغير. كان الخيار الحكيم والأكثر أماناً هو تعليق البئر وتركها في حالة لإعادة الدخول بمجرد فهم أفضل لبرنامج الطين المطلوب لحفر هذه المسافة المعقدة. تراجع سهم الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب على الغاز بنسبة 17%، مسجلا خسارة ب1.1 جنيه استرليني، وبذلك يكون قد بلغ 4.83 جنيه استرليني بحسب بيانات بورصة لندن. حادثة أخرى تعيد الحديث حول قدرات المغرب الغازية، والتي تحفظ عليها العديد من الخبراء معتبرين إياها مجرد استكشافات وهمية. ضربة موجعة يتكبدها المغرب بحثا عن الغاز في إقليم قرسيف لإنقاذ اقتصاده من أزمة طاقوية متفاقمة، حيث بلغ سعر المازوت 14.50 درهم للتر الواحد، فيما تجاوزت أسعار البنزين 14 درهما للتر الواحد، في حين تجاوز سعر أسطوانة غاز البوتان 70 درهما في السوق الموازية.